تعالوا نرجع بالزمن لورا لأكتر من 2000 سنة. مدينة على ساحل البحر المتوسط اتبنت عشان تكون منارة للعالم، الإسكندرية، واللي فيها اتأسست واحدة من أعظم المكتبات اللي عرفها التاريخ كله، مكتبة الإسكندرية القديمة. الموضوع بدأ مع الإسكندر الأكبر سنة 331 اللي هو 331 قبل الميلاد، لما أسس المدينة بعد وفاته حكم بطليموس الأول، وهو اللي بدأ يفكر في مشروع ضخم، مكتبة تضم كل علوم الدنيا. ابنه بقى بطليموس الثاني كمل الحلم ده وابتدى يوسع ويجيب كتب من كل مكان في العالم. المكتبة كان ليها نظام فريد، أي سفينة تدخل المينا كانوا ياخدوا الكتب والمخطوطات اللي فيها ينسخوها بسرعة. النسخة الأصلية تتحط في المكتبة، أصحاب السفينة ياخدوا النسخة المنسوخة. بالطريقة دي بقت المكتبة أكبر تجمع للكتب في العالم القديم. المصادر بتقول إن المكتبة كان فيها مئات الآلاف من اللفائف البردية، وفي ناس قالت أكتر من 700 ألف لفافة. يعني تخيل، في زمن مفيش فيه طباعة كل حاجة مكتوبة بخط الإيد. مكتبة الإسكندرية ما كانتش مجرد مكان لحفظ الكتب، لا، دي كانت مركز أبحاث عالمي يشتغل فيها علماء كبار زي أقليدس مؤسس علم الهندسة، أرشميدس مكتشف قوانين الطفو والرافع، إيراتوستينوس. بعض المؤرخين قالوا الرقم وصل ل400 ألف، وفي ناس قالت أكتر من 700 ألف لفافة. يعني تخيل، في زمن مفيش فيه طباعة كل حاجة مكتوبة بخط الإيد. مكتبة الإسكندرية ما كانتش مجرد مكان لحفظ الكتب، لا، دي كانت مركز أبحاث عالمي اشتغل فيها علماء كبار زي أقليدس مؤسس علم الهندسة، أرشميدس مكتشف قوانين الطفو والرافع، إيراتوستينوس اللي حسب محيط الأرض بدقة مدهشة، جالينوس الطبيب اللي كتاباته أسست للطب في أوروبا قرون طويلة، كاليماخوس اللي عمل أول فهرس للمكتبة، وده يعتبر بداية علم المكتبة. المكتبة ضمت علوم وفنون من كل أنحاء العالم، فلسفة يونانية، طب وهندسة مصرية، رياضيات وفلك من بابل والهند، آداب وشعر من الإغريق والرومان. يعني كانت بمثابة الإنترنت بتاع زمانهم. المكتبة دي مش بس جمعت العلم، لا، هي ساعدت على تطوير الحضارة الإنسانية. فكرة إن علماء من حضارات مختلفة يتقابلوا ويتبادلوا معارفهم خلت الاكتشافات أسرع وأوسع. للأسف المكتبة ما استمرتش للأبد، اتعرضت للدمار أكتر من مرة. وهنا بقى بيجي السؤال اللي محير المؤرخين: مين السبب الحقيقي في ضياع مكتبة الإسكندرية؟ في رواية أولى بتقول إن يوليوس قيصر في سنة 48 قبل الميلاد، يوليوس قيصر حاصر الإسكندرية عشان يوقف أسطول العدو، وأمر بحرق السفن في المينا، والنار خرجت عن السيطرة ووصلت للمخازن القريبة. وفي روايات بتقول إن النار دي هي اللي دمرت المكتبة وضاعت آلاف المخطوطات. في كلام بيقول إن المكتبة ما كانتش مبنى واحد بس، كان في مكتبة كبيرة في القصر الملكي ومكتبة تانية في معبد السيرابيوم. بعض المؤرخين شايفين إن اللي ضاع مع يوليوس قيصر كان جزء، لكن الأجزاء التانية فضلت لحد عصر كليوباترا وما بعده. في القرن الثالث الميلادي لما الإمبراطور الروماني أورليان هاجم الإسكندرية حصل تدمير كبير للمدينة. المؤرخين بيقولوا إن وقتها المكتبة اتضررت جامد، أو يمكن اختفت أجزاء ضخمة منها. ده بقى منع الديانات القديمة وأمر بتدمير المعابد البوذقية والوثنية، والمكتبة اللي كانت مرتبطة بمعبد السيرابيوم اتأثرت بشدة، وده احتمال يكون سبب ضياع باقي التراث. بعد المصادر المتأخرة، يعني اللي اتكتبت بعد مئات السنين،
بتتهم عمرو بن العاص بعد الفتح العربي لمصر سنة 642 ميلاديا إنه أمر يحرق المكتبة، لكن معظم المؤرخين بيقولوا إن المكتبة وقتها كانت خلاص ضاعت من زمان، والكلام ده مجرد إشاعة اتكتبت بعدها. يعني لحد النهاردة مفيش دليل قاطع، كل اللي نعرفه إن المكتبة اتحرقت واتدمرت على مراحل، وكل مرة كان بيتاخد جزء من نورها لحد ما اختفت تماما. سر مكتبة الإسكندرية مش في اللي اتكتب عنها، لكن في اللي ضاع منها. يمكن لو كانت فضلت كان التاريخ البشري اتغير. تخيل معايا آلاف الكتب من حضارات مختلفة، علوم ما وصلناش ليها غير بعد قرون، كلها راحت. لكن القصة ما انتهتش هنا. في سنة 2002 مصر والعالم كله احتفلوا بولادة جديدة، مكتبة الإسكندرية الحديثة. مبنى ضخم معماره مميز على شكل قرص شمس طالع من البحر. المكتبة الجديدة اتبنت عشان ترجع روح المكتبة القديمة وتكون مركز للعلم والثقافة في القرن 21. المبنى الرئيسي معمول بشكل قرص ضخم مائل ناحية البحر، كأنه شمس طالعة بتشرق بالمعرفة من جديد. واجهته الخارجية متغطية بحجارة جرانيت رمادي منقوش عليها كتابات ب120 لغة مختلفة، رمز لوحدة الحضارات. المكتبة فيها 11 طابق ومساحتها ضخمة جدا، ومن جوه متقسمة لأقسام كتير. قاعة القراءة الرئيسية أكبر قاعة قراءة في الشرق الأوسط، بتستوعب أكتر من 2000 قارئ في نفس الوقت. مكتبة الطفل والشباب عشان ينموا حب القراءة من صغرهم. متحف المخطوطات فيه نسخ نادرة من كتب ومخطوطات تاريخية. متحف الآثار بيعرض قطع من تاريخ مصر الفرعوني لحد العصر الإسلامي. مكتبة المواد السمعية والبصرية للأفلام والموسيقى والتسجيلات النادرة. الإنترنت والأرشيف الرقمي، واحد من أكبر مراكز المعلومات الرقمية في المنطقة. مركز المؤتمرات بيستضيف فعاليات علمية وثقافية من كل العالم. يعني المكتبة مش مجرد مكان للكتب، لكنها مركز متكامل للثقافة والفن والعلم، إحياء لروح الماضي لكن بأدوات الحاضر والمستقبل. مكتبة الإسكندرية القديمة كانت منارة للعلم في العالم القديم، والجديدة بقت منارة للعلم في العالم الحديث. التاريخ بيقول إن الفكرة ما بتموتش، يمكن المباني تتحرق وتختفي، لكن الحلم بيرجع من جديد وأقوى وأكبر. من آلاف السنين مصر رفعت مشعل الحضارة، ولسه لحد النهاردة مكتبة الإسكندرية الحديثة شاهدة إن النور اللي بدأ في الماضي عمره ما هيطفي.